يمكن أنا آخر واحد أتكلم عنهم، بس ما تدري يعني ختامها مسك. صدق عمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي يومين على نهاية العرض اللي مسوينه شركة فيلاك حق اليوم الوطني السعودي. 1 أكتوبر راح يكون العرض قد انتهى، فحبيت أني أذكر نفسي وإياكم عن العطور والعرض اللي مسوينه. العرض الله يسلمكم، قبل لا أتكلم عن العطور، البوكس فيه 3 عطور. البوكس سعره 706 ريال، بعد العرض صار ب 480 ريال، يعني أنت تقريبا موفر 226 ريال على العرض هذا. طبعا كل عطر من عطورات الشركة واغلبها مسوين عليها عروض، لكن البوكس هذا يعتبر افضل عرض، وفيه 3 من اكثر العطور اللي تنباع عندهم. اكثر 2 عجبوني كذوق شخصي هو عطر رويال شيك وعطر سموكي فروت، وايد عجبوني. هذا العطر احس انه بيعجب وايد ربعنا اللي هو اريبيان هورس. اريبيان هورس مستوحى من الصحراء والخيل العربي، هذا اللي مكتوب، ولكن العطر جسد الريحة الجلدية الزعفرانية مع دخول باتشولي مع العود، مكونات شرقية واضحة، شتوي ثقيل العطر. يوم يبرد ياخذ خط جلدي زعفراني اكثر شوية داكن سموكي، واعتقد ان وايد ناس يحبون هذه الريحة في ليالي الشتاء والمناسبات. لكن العطرين اللي عجبوني بشكل كبير صراحة كذوق شخصي هم كذلك هذول موجودين في البوكس. اوكي، عطر رويال شيك، وهذا اغلى واحد عندهم. هذا اشتغلوا عليه 6 شهور، روحه ورده في محاولات ايجاد التوليفه اللي تناسبهم والاداء اللي يناسبهم كذلك، اللي هو رويال شيك. وكذلك عطر سموكي فروت، خلها اخر شيء. اوكي، مسك الختام. السموكي فروت احسه ياخذ خط الريحة الجلدية مع الدخول اللي جاي من استخدام التوت العليق، والريحة هذه قد تشمونها في خط عطور مثل عطر سكوتشي نمبر 7 من لينغلينغ، والعطر أداءه ممتاز وريحته جميلة حق الناس اللي يحبون هذه الريحة. جات فترة من الفترات كانوا الناس وايد هابين في هالريحة، وبصراحة العطر جميل حق الناس اللي يحبون ريحة التوت مع الجلد، ولكن بطريقة لينغلينغ مش بطريقة تسكن لذر والخطوط هذه، ففيه شوية انتعاش، تستعمله في الأجواء الصيفية وكذلك تستخدمه في الأجواء الشتوية وما يضايق الناس اللي حولك. العطر اللي بعده والأخير هو مسك الختام بالنسبة لي. هذا العطر ماخذ إيحاء ولا تويست من ريحة بوا إمبريال، وإذا تبون رأيي أنا أشوفه مش بوا إمبريال، أنا أشوفه أقرب بشكل أوضح حق بوا إمبريال إكستريت. وإذا أنت ما تبي تاخذ العرض بس تبي عطر واحد وتبي عطر يأدي ويجمل، بصراحة كلهم أدائهم ممتاز، بس تبي عطر مثل ما قلت لكم اشتغلوا عليه 6 شهور ومحاولات وكذي، وفي النهاية طلعوا بنتيجة يا رب إنه ما يغيرون فيها مستقبلا، فهو عطر رويال شيك، وهذا كذلك موجود في البوكس اللي قلت لكم عنه. العطر أداء ممتاز، وأنا كنت رشع الثوب قبل لا أروح الحلاق وأضبط أموري، فسخت الثوب علقته، أدش الغرفة أشم ريحته وايد قوي، وحتى يعني عقب ما رشيته على الثوب لصق على الجلد، ريحته جدا جميلة، ومثل ما قلت لكم قريب من ريحة بوا إمبريال، ريحة الأكيغالا وود مع الريحان مع الريحة اللي جاية خشبية داكنة تجمل. هذه الريحة ما أدري إيش سوت في العالم، جات فترة من الفترات كان أكثر عطر جالب للإطراءات. طيب، فحييهم على شغلهم، في وايد من المراجعين تكلموا عن عطوره، بس صراحة كأخ لي كمال الله يذكره بالخير كلمني قال لي جمال صراحة العطور تستاهل وجربها، وبعد نصيحة كمال الله يجزاه خير جربت العطور، وفعلا العطور جميلة وتستاهل. وحبيت أن أتكلم عن العطور وأتكلم عن العرض قبل لا يفوت الأوان ويعدي اليومين وخلاص تفوت الناس الفرصة أنهم يستفيدون من هالعرض. آسف على الإطالة، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.